قطعتي البي لا يا اخي قطعتي 3 ماكسي كوز. عندكم ميتشار مع بوتسوانا كونغو لي ماكسي كونغو يكون في 27 ديسمبر. شوف ان شاء الله السنغال ان شاء الله لا خمودي تلقى السنغال في الفينال. علاش هي المغرب، ولكن المغرب غتربح. ياه لا انا في الوسط. كنشوفوا واحد التغيير بان واحد العرس كروي قريب ان شاء الله. هو التيران ديال ابن بطوطه هنايا في المحيط الخارجي ديالو معلقين الدرابو ولا الاعلام ديال المنتخبات المشاركه في العرس الافريقي. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله الخوت تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ايام قليله كتفصلنا على الانطلاقه ديال كاس افريقيا، العرس الافريقي اكبر تظاهره افريقيه اللي غتنظم في بلادنا، وهذه النسخه ديال هذا العام غادي تكون احسن نسخه غادي تدوز في التاريخ ديال افريقيا. انا اليوم جيت للمدينه ديال طنجه باش نشوف شنو هما الاستعدادات ديال طنجه للعرس الافريقي، والبلاصه فين غادي نبدا في المنطقه ديال المشجعين اللي كتواجد في مالاباطا حدا فيلا هاريس. كنتواجد في مالاباطا حدا فيلا هاريس. قبل ما غادي نمشيو نشوفوا المنطقه ديال المشجعين، عجباتنا هاد فيلا هاريس وباغي نديروا واحد الجوله هنايا خفيفه. اي واحد جا المدينه ديال طنجه يجي لفيلا هاريس، واحد البلاصه اللي الصراحه زوينه، فيها واحد الجرده كما كتشوف اللهم بارك كبيره. بالنسبه للناس اللي غادي تجي لهنايا لطنجه كسياحه ولا باه تجي تتفرج في الميتشان ديال كاس افريقيا، تجي تضرب واحد الدويره هنايا وتشوف الجماليه ديال عروسه الشمال المدينه ديال طنجه. وهذه هي المنطقه ديال المشجعين اللي كتواجد في مالاباطا، واحد اسباس اللي كبير. غادي تكون ان شاء الله جاهزه للمباراه ديال المنتخب ديال الافتتاح اللي غادي تجمع ما بين المغرب وجزر القمر. الاستعدادات على قدم وساق باش ان شاء الله هذه البلاصه هذه سيسالوا فيها الاشغال باش تكون ان شاء الله جاهزه للضيوف اللي غادي يجيو لهنايا، اللي ما سعفهمش الحظ انهم يمشيو يديبلاصاو الرباط باش انهم يتفرجوا في المنتخب في التيران. هنا راه داروا لكم واحد زون فان اللي كبيره فين تقدروا انكم تفرجوا هنايا في مالاباطا. دابا غادي نمشي للقريه الرياضيه باش نشوف المحيط ديال ملعب ابن بطوطه. وصلت للقريه الرياضيه اللي غادي نتعرفوا على شنو هما الحوايج اللي كاينين فيها. انا كنتواجد حدا التيران ديال ابن بطوطه. بالنسبه لهذا الملعب غادي تلعب فيه السنغال، بوتسوانا والكونغو الديمقراطيه والبنين. هو التيران ديال ابن بطوطه هنايا في المحيط الخارجي ديالو معلقين الدرابو ولا الاعلام ديال المنتخبات المشاركه في العرس الافريقي. الدرابو ديال مصر، ديال جنوب افريقيا، ديال المغرب، ديال تونس، ديال كاع المنتخبات اللي مشاركه في العرس الافريقي راه كاينين الدرابوات ديالهم هنايا. التيران ملعب كبير وزوين، واحد من بين اجمل الملاعب في المغرب وفي افريقيا. السنغال كتأثر في اللعب. غتلعب هنا السنغال، ومن الصدفه انني تلاقيت مع السنغالي. ياك لا مزيان. ومرحبا بك في المغرب. لا خموي. انا راه كنتفرج في ساديو ماني، ساديو ماني، كوليبالي، ميندي. الله يعمر دار السنغال واحد البلاد اللي زوينه. 10 سنين وانت هنا في السنغال في طنجه. كيفاش؟ 10 سنين وانت في المغرب. دوزتي دابا 10 سنين. طبعا دابا انت كتهضر الدارجه مزيان. انا كنصور فيديو ماشي مشكل تبان. انا ما عنديش مستقبل. مرحبا بك في المغرب. لا خمويتي بلادك الثانيه. لا انت راك شوف في الاول فاش هضرت معاك والله يا تصحابي واش انت من زاكوره ولا من طاطا، عرفتي علاش كتهضر بالدارجه مزيان. كاين ناس بزاف كيقولوا تينا من زاكوره يقولوا لا ولكن دوزتينا هذا هو دابا انت راه وليتي كتهضر بالدارجه هي مزيان. العربيه ديالهم مسقله. هادشي علاش كتبان بانك ماشي من زاكوره. العربيه عندهم مزيان. قطعتي البي ديالك. لا يا اخي قطعتي 3 ماكسي كوز. عندكم ميتشار مع بوتسوانا كونغو لي ماكسي. كونغو يكون في 27 ديسمبر. شوف ان شاء الله السنغال ان شاء الله لا خمويتي تلقى السنغال في الفينال. علاش هي المغرب، ولكن المغرب غتربح. ياه لا انا في الوسط. القريه الرياضيه ما فيهاش غير التيران بوحدو. غادي نشوفوا شنو هما الملاعب اللي كاينين هنايا من غير ملاعب ديال كره القدم. اول حاجه شفنا المحيط الخارجي ديال ملعب ابن بطوطه. هنايا كاينه قاعه متعدده الرياضات. هي قاعه متعدده الرياضات، يعني كيتلعبوا فيها كاع الرياضات، ماشي غير الكره بوحدها.
بحال الباسكيت، الهوند، الفولي. وهذا ملعب ديال التنس، من غير الكره والصال كاين الملعب ديال التنس. جيت لصور المعكازين، واحد من بين اشهر البلايص اللي مشهورين هنايا في طنجة. ما يمكنش تجي لطنجة وما تجيش تريح في هاد المدافع وتصور وتضرب واحد الاطلاله على اسبانيا. واخيرا وصلت للمدينه القديمه، القلب النابض للمدينه ديال طنجة. كاين في ساحه 9 ابريل معروفه بزاف هنايا في طنجة بسوق برا. هنايا معلقين جميع الاعلام ديال المنتخبات اللي مشاركه في كاس افريقيا. كاينين جميع الاعلام ديال المنتخبات اللي مشاركه في كاس افريقيا. هاد الطرابو ديال البلاد، الطرابو ديال المغرب، السودان. السياسيين تبارك الله عليك حافظ. مرحبا، كيفاش جاتك الاجواء؟ الحمد لله الاجواء جميله هنا. انت عشات؟ انت عشات، بدات كتنتعش. انتعشات، وكنشوفوا واحد التغيير بان واحد العرس كروي قريب ان شاء الله. شحال دابا مازال وقيلا 4 ايام. هذا النهار مشى، كانوا كيقولوا 5 اليوم راه مشى. لا التنازل ان شاء الله نهار الحد غادي يكون الافتتاح في الرباط، وهنا غادي يكون ان شاء الله حتى نهار الثلاث عاد يكون الماتش ديال السنغال. الماتش ديال السنغال. وهنا راه بديت كنشوف ان السنغاليين اللي عايشين في اوروبا جاوا بكثره هنايا في مدينه طنجة، وشفت في لاكار وفي المدينه بزاف. اللي جاب الطوموبيل ديالو مع القرب ديال الجغرافي ما بين طنجة واوروبا قريب، الناس اكثريه جاوا بالطوموبيلات ديالهم. ودابا راه مستقرين كيتسناو غير هذا العرس الكروي. كاين اللي سافر لمدن واحده اخرى على ما يجي الماتش. دابا غادي نمشي للبلاصه فين كاينين الحافله السياحيه اللي من بين الحوايج اللي تقدروا انكم تجربوهم الا جيتوا لطنجة. وها هي الحافله السياحيه اللي غادي تساليكم في بعض الاماكن هنا في المدينه ديال طنجة، والبلاصه ديالها حدا المرسى وما كرهتش. بحال هاد الحافله السياحيه تكون في اكادير، وبطبيعه الحال هادي راه بالفلوس ما عقلتش واش 80 درهم ولا 100 درهم. الصراحه ما عمر كتب لي انني نركب فيها، ولكن ان شاء الله المره الجايه الا جيت لطنجة نجربوها ونشوفوا شنو هما الاماكن اللي غادي تاخذنا اليوم.